عارف انا الان انتوا بتقولوا من الصبح ان هو اصلا يكون طلع تاني وراح في حته. هجيبها لك. لا هو مش لازم ان هو يمشي خطوه. اهو هو ده صغير يا عم. ده تعبان اسمه تعبان الازرق. لا مش ده. هو ده. لا واحد تاني، والله في واحد تاني. واحد تاني والله في واحد ده تاني تعبان ازرق. ده تعبان ازرق غير سام نهائيا. تاني اسود. ممكن الطوبه الثانيه ديت ممكن يكونوا اثنين مع بعض. واحد. تصور صح؟ هو ده والله مش حاجه. لا والله التاني اسود خالص نفس لون التأمين. وده هنا كده يا جماعه التعبان اللي لقيناه تعبان الازرود البيتي. طبعا احنا ما عرفناش نصوره هناك بسبب ان كان في ناس كتير وكان في دوشه كتير هناك، ولكن هو ده التعبان اللي كان موجود هناك. يعني هو ده لقيناه في نفس المكان اللي هم شافوه داخل فيه، وكسرنا المكان كله ولكن ما لقيناش حاجه غير التعبان ده. طب ليه هم كانوا شايفين تعبان غير ده او شايفين تعبان اكبر من الحجم الظاهر ده؟ شيء طبيعي جدا بيحصل مع الناس اللي بتخاف من التعابين، ان هم بيشوفوا التعبان اكبر من حجمه سواء في الطول او في الضخامه. عشان كده ناس كتيره جدا ممكن ان هم يقولوا لنا احنا شفنا تعبان 3 متر 4 متر 5 متر. الناس دي مش بيكذبوا، ولكن الخوف خلاهم بالفعل لما يشوفوا كوبرا مثلا 2 متر طبيعي جدا ان هي في عينيهم تظهر كانها 4 متر كانها 3 متر. كذلك الامر النهارده ده تعبان طوله مثلا 80 سم او 85 سم، طبيعي جدا ان هي تشوف التعبان. الست اللي شافت التعبان شافته ان هو تعبان حوالي 1.5 متر، وان الضخامه بتاعته اتخن من كده بكتير، ولكن ده من الخوف. واللون ان هي بتقول شافته لون اسود، لان التعبان في الظل بيكون اللون بتاعه اغمق من الاضاءه. يعني هو هنا في الاضاءه باين ان هو فاتح، ولكن في الظل في الاماكن اللي بيكون الاضاءه فيها ضعيفه ممكن ان هو يميل للون الاسود. ولكن هو ده التعبان الاكثر انتشارا عندنا في مصر في جميع الاماكن. يعني سواء الاماكن دي اماكن مأهوله زي البيوت او المحلات او الورش او كده، او الاماكن دي اراضي زراعيه او حتى في الصحراء، يعني النوع ده موجود في جميع الاماكن. وتعبان الازرود عندنا منه 4 انواع في مصر، واشهرهم طبعا اللي معانا ده اللي هو الازرود البيتي، وفي طفرات كتيره جدا منه. يعني ممكن نلاقي منه اللون اللي حضراتكم شايفينه ده الشائع والاكتر اللي هو اللون المائل للزيتي، وفي منه الوان طبعا بيبقى مائل للاحمر للون الاسود للون المائل للابيض الازرق، في الوان كتيره جدا. النوع ده متسلق ماهر جدا. النوع ده بيقدر ان هو يتدارى في اضيق الاماكن الممكنه. دايما بنلاقي النوع ده يتسلق على الحوائط اللي هي ما فيهاش محاره او كده، لان هو بيتنقل بين الشقق دي، لان غذائه بيكون على الابراص المتواجده في الاماكن المأهوله. عشان كده بنلاقي النوع ده منتشر في الاماكن المأهوله، ولكن هو نوع غير سام نهائيا، ومع ذلك هو نوع شرس جدا. انا عشان كده ماسكه من دماغه، ولكن بمجرد ما اسيبه هيبدا ان هو يعض، ولكن عضته كده كده مفيش منها اي مشكله. فعشان كده زي ما حضراتكم شايفين انا هحاول ان اوريكم ان هو نوع غير سام. بصوا يا جماعه هو كده هيبدا ان هو يعض زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هو غير سام نهائيا. اهو انا بحاول اخليه يعضني عشان اكد لكم ان هو نوع غير سام. هو طبعا مكان اسنانه زي ما حضراتكم شايفين ان هي ممكن ان هي تجرح، ولكن مفيش اي قلق منه نهائيا. زي ما حضراتكم شايفين انا بس مش عايز ان انا اظهر الدم عشان خاطر التصوير طبعا في اليوتيوب او الفيسبوك او كده بيمنع المشاهد دي، ولكن حابب ان انا اوريكم التعبان. ولو شفناه في اي مكان سواء في البيت او في اي مكان، ده نوع غير سام نهائيا، نوع لا يشكل اي خطر نهائيا، أزرود بيتي. طبعا هو هنا بيحاول يهرب عشان بعد كده يعضني، بس مش مشكلة. احنا زي ما قلنا ان هو كده كده العضة بتاعته مفيش منها اي ضرر نهائيا.